يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده يوم جديد، روتين جديد ان شاء الله. كده روتيننا النهارده هيكون روتين خفيف جدا وبسيط وتفاصيله قليله مش كتير. إيه ان شاء الله كده يا رب يعجبكم. بدات اول حاجه كده خرجت البطاطين كده في الشمس، إيه تتهوى وتتشمس. عايزه اقول لكم كان عليها كميه دبان، انا مش عارفه الدبان ده جاي منين. تقريبا كده هربان من البرد وجاي بقى واقف علشان خاطر الشمس عشان يتدفى. فالمهم سبتهم كده يتشمسوا وعلى طول دخلت على المطبخ. النهارده بقى الروتين بتاعنا هيكون كله كده في المطبخ. حبيت بقى اريحكم من التنظيفات، كل روتيناتنا الاخيره كده كانت عباره عن تنظيفات، فقلت بس النهارده الروتين هيكون كده. هنحضر الغدا مع بعض وهنعمل كمان حاجه حلوه، فبدات كده على طول بالحلو. هعمل بسبوسه. الولاد كان نفسهم في اي حاجه حلوه يعني مسكره، فقلت اعمل علشانهم بسبوسه. مفيش احلى من كده بقى. فجبت الحله اللي انتوا شفتوها على النار دي، حطيت فيها كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه. كل ده رفعته على النار وفضلت اقلب فيه كده لحد ما يسخنوا. يبدا بقى الخليط ده كده ينمل بس كده، مش هسيبه يغلي ولا حاجه. واروح طفي عليه. بعد كده جيت هنا، كنت جايبه نص كيلو دقيق سميد او دقيق سيمولينا اللي هو بتاع البسبوسه. هو طبعا بيكون ساده معلهوش اي حاجه خالص، فعليه كده حطيت ظرفين من الفانيليا. وكمان خدت شويه جوز هند. الجوز هند لو مش حابه تضيفيه ما تضيفوهوش، انا هو تقريبا حوالي ربع كوبايه مش كتير يعني. وهو اختياري. وبعد كده قلبت ده كله كويس. ونزلت بقى بالخليط السائل اللي احنا عاملينه، وهقلب بقى البسبوسه كلها. دي الطريقه اللي انا بحبها للبسبوسه. هي طبعا بتتعمل باكتر من طريقه، بتتعمل مكرمله وبتتعمل على البارد وبتتعمل اللي هي الاكياس بنعملها بالزبادي مش باللبن، اللي هي الاكياس اللي بتكون جاهزه في السوبر ماركت. بس انا بحب اجيبها كده، بحب اجيب دقيق السميد واعملها بالطريقه دي وانا معتمداها صراحه بقالي سنين يعني، من قبل ما افتح القناه كمان من زمان وانا بعمل البسبوسه بالطريقه دي، بتطلع معايا جميله جدا. آه بس كده خلاص. ممكن كمان مع الخليط ده بتحطي معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، بس انا ما كانش عندي. او كمان ممكن معلقه سيرب تقيل، السيرب اللي هو بتاع الحلويات ده، بس يكون تقيل شويه بتظبطها برضو، بتخلي قوامها جميل جدا. بس انا برضو ما كانش عندي، ما حطيتش، اكتفيت بس باللي انا قلت لكم عليه. انا كنت عاملاها معاكم برضو في فيديو قبل كده لوحده. للناس اللي هي بتحب تشوف الوصفه بعيد عن الروتين، برضو ممكن اسيب لكم الفيديو في اخر الفيديو ده، هسيب لكم اللينك تدخلوا عليه تشوفوها برضو على رواق كده براحتكم. هي الطريقة هياها يعني. طبعا هنا رحت جايبة في الاخر بعد ما قلبتها كويس فردتها بقى في صينية كنت دهناها بمسحة خفيفة كده من السمنة، وبدأت افرد كده بايدي. وبعد كده جبت معلقة لبن او معلقة حليب كده على الوش، وعشان اسوي وشها بالمعلقة كده هتساعدني ان انا اسوي وش البسبوسة بمنتهى السهولة. وكمان بتخليها في التحمير تاخد وش كده كلها تبقى حلوة. وبعد كده دخلتها على فرن يكون سخن قبلها على درجة حرارة من 150 ل 180 على حسب الفرن عندك. يعني الفرن عندك اظبطي حرارته بحيث ان الحرارة تكون حرارة متوسطة، والبسبوسة تستوي براحتها في الرف الوسطاني. هتاخد معاكي من 25 دقيقة لمثلا ساعة الا ربع على حسب بقى الفرن عندك وعلى حسب التسوية. اول ما تلاقيها من الجناب كده بدأت تلون معاكي كده لون ذهبي فاتح، تعرفي ان هي بدأت تتحمر وتستوي من تحت. هتروحي فاتحة عليها الشواية دقيقة او اقل، هتاخد لون حلو معاكي من على الوش وخلاص. طبعا البسبوسه بتتسقي بسيرب يكون سخن، فوهي في نص التسويه كده رحت عملت السيرب. كان عباره عن كوبايه سكر على كوبايه ميه. في ناس بتعمل للنص كيلو الدقيق السميده بتعمل كوبايه ونص او كوبايه وربع سكر. انا بصراحه ما بحبهاش مسكره وما بحبهاش اللي هي تكون دايبه قوي خالص في السكر بتاعها، فانا بكتفي بكوبايه علشان ما نجزعش منها ونعرف ناكل منها براحتنا. طبعا انت لو بتحبيها مسكره اعملي كوبايه وربع ميه على كوبايه وربع سكر، هتكون برضو مظبوطه معاكي وهتكون دايبه وجميله وكل حاجه. وهي لسه سخنه كده والسيرب سخن، رحت سقيتها وسبتها تتشرب. حطيت كل كميه السيرب وهي هتشربه كله، بتكون مظبوطه معاكي البسبوسه بتتشرب السيرب كله. ولو فيها سيرب زياده هي بتروح طردها، بتروح انت مصفياها من السيرب بتاعها وخلاص. هنا كمان كنت جايبه سمك علشان اعمل سمك مقلي. النهارده هنعمل سمك مقلي وكمان هنحطه كده في الصلصه، هيكون جميل جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان ان شاء الله كده يعجبكم تستفيدوا منه باذن الله. انا حبيت ابدا بالحلو بحيث ان أنا اسيب البسبوسه تبرد بقى براحتها خالص على ما نتغدى وكده. يكون الحلو جاهز ناكل منه على طول ورا السمك. طبعا دايما ورا السمك بحب كده اعمل حاجه حلوه، دايما دايما لا اما فاكهه لا اما حاجه حلوه ورا السمك بالذات.
فالسمك انا كنت جايباه متنضف بصراحه، او انا اشتريته وبعد كده يعني عديت على ماما ربنا يبارك لي في عمرها ويخليها لي يا رب. هي نضفته لان انا يعني للامانه عندي حساسيه في ايدي بتتبهدل جدا جدا من السمك. يعني لما بنضف السمك ده ببص الاقي ايدي كلها درنت واحمرت كده، فللاسف انا ما بعرفش انضف السمك. لا بعرف يعني بس ما اقدرش عشان ايدي بتتعبني. فدايما ماما يعني ربنا يبارك في عمرها يا رب هي اللي بتنضفه لي. فجبته كده من عندها برضو وقلت اغسله عادي عليه تاني. وشيلت العيون بصراحة انا بقرف من شكل العيون كده اللي في السمك. فانا كنت بشيلها كده وغسلته وبعد كده نقعته بقى في معلقة كبيرة ملح وعصير ليمونتين كده وشوية دقيق. الدقيق هتلاقوا لونه مصفر شوية لان ده دقيق برده كنت جايباه برضو من عند ماما وانا جاية. طبعا لازم أنا استغلها، كلنا كده لازم نروح عند امهاتنا، ما نمشيش بايدينا فاضية، لازم نطلع باي حاجة من هناك. المهم جبت منها الدقيق ده فهو كان بالرده كده. فانا ما نخلتوش الرده حلوه برضو في النقع، في تحوش الزفاره سواء بقى بتاعه الطيور او السمك وكده. فانا ما نخلتوش يعني سبته بالرده بتاعته. وسبته بقى منقوع مثلا حوالي نص ساعه وكده. وبعد كده بقى شطفته وصفيته ومعايا زي الفل كده في الطبق اهو، ما فيهوش اي زفاره نهائي. ما تحطوش ابدا خل في نقع السمك، بيهري لحمه وبيظهر زفرته. الخل مش حلو في نقع السمك، انا بحط الخل في الطيور لكن في السمك لا. هنا بقى جهزت التتبيله او بجهز التتبيله بقى اللي هنتبل بيها السمك المقلي بتاعنا. معايا كده التوم المفروم اللي انا شايلاه في الفريزر، وكمان هرسة الفلفل الاحمر دي بتنفعني جدا جدا وبتكون حلوه قوي في تتبيلات السمك. هاتيلي الكيلو كده مش غالي، يعني الكيلو احيانا بيكون ب8 جنيه ب7، يوم ما يغلى خلاص بيكون ب10 جنيه، واضربيه في الكب او في الخلاط وشيليه في الفريزر هينفعك جدا جدا. فاخدت هنا معلقه توم مفروم كده على معلقتين من الهريسه. والتوابل اللي عندي بسيطة جدا، فلفل اسمر، كمون، شوية من بهارات السمك وشوية كده من الكركم بيدي لون حلو. وكمان التتبيلة دي كان ناقصها كاري وكان ناقصها كزبرة ناشفة، بحط برضو من ده ومن ده بس انا ما كانش عندي. وطبعا الملح والهريسة والثوم. وهنا برضو دي اساسية جدا جدا معايا في تتبيلات السمك، معلقة شبت كده مفروم بتخلي السمك في حتة تانية. السمك بيحب جدا الشبت، بيليق عليه جدا الشبت في التتبيلات بيكون جميل جدا معاه. فبجد التركة دي بتفرق جدا في طعم السمك المقلي. وعصرت ليمونه كده على التتبيله، وحطيت هنا تقريبا حوالي معلقتين كده كبار من الميه عشان افك التتبيله، لان انا مش بحشي السمك من قلبه. يعني السمك المقلي ده لما باجي اتبله مش بحشيه من قلبه زي ما بقول لكم هنا كده، لا. احنا لما بنحشيه من قلبه بصراحه بيكون تقيل والثوم فيه بيكون اوفر وبنتعب منه. فانا بحط الخلطه على جسم السمك من بره زي ما شفتوا معايا كده، وافضل اقلب فيه بحيث ان هو يتبل كويس من جدا من بره، وما تقلقوش طعمه بيكون حلو جدا وفي نفس الوقت خفيف على المعده. اما لما بيتبل من جوه بيكون تقيل جدا وبيكون اوفر توم بطريقه مش طبيعيه. انا ودي يعني عندي زوجي يعني مش عايزني اتبله بتوم اصلا خالص والله العظيم. بيقول لي لو قلت ما تحطيش توم خالص ما تحطيش، بس طبعا السمك بيحب التوم والكمون اكتر حاجتين لازم أن يكونوا في السمك، هما التوم والكمون. المهم تبلت بقى السمك بتاعي وركنته برده كده في التلاجة، غطيته طبعا وركنته في التلاجة يتبل. وبعد كده رحت بقى مبطناه كده بالدقيق، وبرده الدقيق بحب ابهره، قلت لكم قبل كده كتير ببهر الدقيق برضو بالتوابل اللي انا كنت حطاها في السمك، حاجات بسيطه كده رشه من كل حاجه. وبحط كمان معلقه كبيره نشا، وبحط كمان رشه كده من البيكنج باودر، بيخلي السمكه معايا من بره تكون مقرمشه وخفيفه كده، ومن جوه بتكون لحمها طري ومستوي وجميل جدا. قلت طبعا دور من السمك وحطيت دور كمان. وهنا بقى هنجهز الصلصه اللي هنحط فيها السمك بعد ما نقلي. انا بحب قوي السمك بالطريقه دي جدا جدا جدا، بيخلي طعمه جميل قوي، بتاكلي منه كده يتفتح نفسك احسن ما تاكليه وهو ناشف كده من غير الصوص ده، وبتغمسي منه وبيكون جميل. جبت كده صينيه على قد الكميه اللي انا هعملها، انا مش هعمل السمك كله عشان احنا هنا عندنا فريقين، يعني فريق بيحب ياكله مقلي كده بس، وفريق بيحبه بالصوص او بالصلصه دي. فجبت كده كام فص توم مش مفرومين، انا قطعتهم حلقات كده بالسكينه، ونزلت كده في الزيت. حمرت التوم لحد ما ياخد كده اللون الذهبي، وبعد كده نزلت عليه بعصير طماطم على قد الكميه طبعا اللي انا محتاجاها، وسبتهم يغلوا كده والطماطم تتقل على ما اكمل بقيه قليه السمك. هو السمك ما كانش كتير يعني، كنت جايبه على قدنا فانا قليته على دورين بس. وهنا الصوص بقى كده انا سايباه يتقل، فخلاص بقى تسبك كده. هقوم عامله ايه هنا، هنزل عليه بكوبايتين من الميه. طبعا انا بهرت الصوص ده بايه، شويه ملح بسيط جدا، رشه فلفل، رشه كمون، لان انا السمك عندي متملح كويس ومتبهر كمان كويس، فانا مش حابه ازود اي توابل خالص في الصلصه. رشه ملح، رشه فلفل، رشه كمون. وبعد كده لما هتحطي السمك هتدوقي الملح، لو محتاج الملح يتظبط بتظبطيه، مظبوط ومعاكي تمام خلاص.
ما تكتريش ملح من البدايه عشان ما يرجعش يتملح منك جامد، لان السمك هينزل بقى كل التوابل اللي فيه والملح اللي فيه في قلب الصلصه دي. اول ما الصلصه كده تاخد غلوتين بعد ما ضفنا لها الميه، هروح نازله على طول بالسمك فيها لحد ما الصوص بتاعها يتقل شويه. طبعا السمك هينزل بقى النشا كلها اللي كانت في الدقيق، احنا طبعا مبدرينه بدقيق، فكل الدقيق ده هينزل مع الصوص فهيتقله. طبعا السمك مستوي سوا كامل، انا مش محتاجه اكتر من ان هو يشرب من الصلصه اللي انا عاملاها دي، والصلصه تتقل شويه برده، ما بتقلهاش قوي، لان كل ما تقعد معاك يعني كل ما السمك ده يبرد كده براحته الصوص هيتقل اكتر، واحنا مش عايزاه تقيل قوي عشان احنا هنغمس بيه. طبعا انا عملت السلطه زي ما انتم شايفين، اكتفينا بالصوص بتاع السمك ده، طعمه روعه، عايز اقول لكم تحفه تحفه تحفه. انا عملت بس 4 سمكات على قدي وعلى قد اللي هياكل معاه، والباقي اللي هياكل سمك مقلي براحته، او كل واحد ياخد له واحده من هنا وواحده من هنا عادي جدا. عملت طبعا جنب رز ابيض ومخلل اللفت الجميل بتاعي والجرجير والبصل كده، لقيت عندي بصل صغنون كده فما حبيتش اقطعه، سبته زي ما هو كده، وقلت كل واحد ياخد بصله يغمس بها جنب الاكل مع ليمون بقى، مش عارفه ايه. اكله تجنن، بسيطه بس حلوه جدا جدا. والسمك المقلي بالطريقه دي بيفتح النفس. في ناس بتحط له بصل بدل التوم، لا بس انا متعوده اعمله بالتوم، ما بحبش احط فيه بصل. وفي ناس بتاخده بعد ما يخلص كده يحطوه تحت الشوايه ياخد لون، بس انا شايفه ان هو مش محتاج، لان انا محمراه كويس في القلي، هو مش محتاج ان هو يدخل تحت الشوايه ولا حاجه. هو ده روتيننا النهارده البسيط الخفيف جدا، عملنا الحلو وعملنا الغدا مع بعض. يا رب يكون الروتين بتاعي النهارده يكون عجبكم، حبيت ما تقلش عليكم كده النهارده في الروتين. بعد ما خلصت بقى الاكل، طبعا لازم كوبايه الشاي ورا السمك، كوبايه شاي بالنعناع كده تعدل المزاج ورا السمك، مفيش احلى منها. واخدت لي بقى حتتين بسبوسه كده نحلي. البسبوسه انا بحبها مرمله كده، ما بحبهاش دايبه في العسل بتاعها، بتكون مسكره اوفر وما بنعرفش ناكلها. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ومع السلامه.